تخيل ان السمكه دي مش بتسبح كويس ولكنها بتمشي على قاع البحر، والاغرب انها تقدر تبلع فريستها اسرع من رمشه العين. تخيل. سمكه الضفدع تنتمي لعائله اسمها انتينورايدي، وهي مجموعه من الاسماك المفترسه غريبه الشكل، وبتعيش غالبا في المناطق الاستوائيه والشعاب المرجانيه حول العالم، خصوصا في المحيطين الهندي والهادي. واللي بيميز سمكه الضفدع هو شكلها الغريب جدا، فهي بتشبه المرجان او الاسفنج البحري، وكل ده تمويه عبقري عشان تختفي من عيون الاسماك المفترسه. الغريب ان سمكه الضفدع مش بتسبح كتير، بل بتعتمد على الزحف او المشي فوق قاع البحر، وده باستخدام زعانفها الصدريه اللي بتشبه الرجلين، زي ما تكون كده كائن برمائي ماشي في الاعماق. سمكه الضفدع صياده ماهره جدا، وبعض انواعها قادره على التخفي في البيئات المحليه كالشعاب المرجانيه، فبتقدر تعمل تمويه ببراعه لدرجه ان الفريسه ممكن تكون بتسبح جنبها وما تشوفهاش. وفي حوالي 6 مللي من الثانيه تقريبا بتقدر سمكه الضفدع انها تاكل فريستها، او معنى صح بتشفطها قبل حتى ما انت تلاحظ. ايوه، اسرع من رمشه عينك. وخليني اقول لك ان حجم بقها بيكبر حتى 12 ضعف حجمه الطبيعي، وده بيخليها تبلع فرايس اطول منها، وغالبا بتتغذى على الاسماك والجمبري وحتى الاسماك الصغيره اللي من نفس نوعها. والاغرب ان سمكه الضفدع قادره على تغيير لونها، وده عشان تندمج مع البيئه اللي حواليها، سواء كانت بين الصخور او المرجان. وبعض الانواع بتتميز بجلد مغطى بشيء يشبه الطحالب او الاسفنج، وتعيش اغلب اسماك الضفدع حياه منعزله، وكمان بتقدر تبقى ساكنه لساعات طويله وكانها جزء من البحر نفسه.